أنا رشا الطنحاني. حبيت أتكلم عن قصة النجاح واللي أنا مريت فيها من 2009. طبعا أنا حلمي كأي فتاة وشاب أنه يبتدون مشروعهم الخاص وكيف يبتدون هالمشروع. فحبيت أجيب شيء جديد وأدور فكرة جديدة أوصلها طبعا للشرق الأوسط والإمارات. فحبيت أنه ينطلق من أكبر مول في العالم اللي هو دبي مول. والحمد لله 2009 طبعا ما كان عندنا بادجت ان نسوي ماركتينج، بس كان الماركتينج مالنا اللي هو الورد اوف ماوث، الناس تجرب وتخبر بعض يعني ان هالمنتج موجود وجربوا. اول ما صرت صاحب العلامه التجاريه استغرب اني انا من الامارات وفتاه وسيده اني بغيت اخذ مو بس الامارات، اخذت الميدل ايست كله وانديا ودول الاتحاد السوفيتي وافريقيا، والحين طبعا كل شويه نزيد احنا عندنا الريجن اللي احنا ماخذينه. والحمد لله هالنجاح يعني قدرت الاحظه من الناس وان البراند كيف اشتهر في الميدل ايست، مع انه كان يعني بس معروف دول اسيا. وحصلت طبعا على جوائز كثيره اللي هي من 2010 لين حين بالتدريج أفضل سيدة أعمال إماراتية وأفضل مشروع إماراتي، وحصلت أفضل رائدة أعمال في الوطن العربي، ودخلت من أقوى 200 سيدة في العالم مجلة فوربس. وبعد توني ماخذة جائزة أفضل 100 سيدة في العالم. اختاروني طبعا عضوة في مجلس سيدات أعمال دبي، وكان لي الشرف أني أكون من ضمن هذه السيدات الأعمال الناجحات، وأمثل دولة الإمارات في أي معرض برا، في أي مؤتمر. وكان بعد لي الشرف أنهم يعني كذا مؤتمر زقروني أني أعطي مثل ما يقولون inspiring women، إلهام النساء الأخريات، يعني إن كيف يبتدون مشاريعهم. لأن احنا للأسف عندنا مشاريع وأفكار من البنات يعني السيدات والشباب عندهم أفكار ممتازة وأفكار، بس يبالهم دعم أو توجيه كيف يبتدون هالمشروع بالطريقة الصح. لأن يعني مثلا في منهم عندهم يبتدون مشروع بدون دراسة جدوى، وهي دراسة جدوى من أهم أشياء، يعني إن أنت إذا بتبتدي مشروع تشتغل عليها. فيجيك يعني اللي بيبتدي بزنس يقولون لا احنا يعني ما نبغى نصرف على البلان والماركتينج بلان وكيف نسويها من غير الماركتينج، يعني البزنس بلان نفسه. فأنا لا، أنا نصيحتي حتى لو بيصرفون شوية على البزنس بلان وكيف يبتدونها، هاي بتساعدهم في المستقبل والفيوتشر. لأن مثلا هم مو بحاطين نسبة معينة للماركتينج للإكسبنسز، هاي كلها تأثر في البزنس. فدائما أنا أنصح أن البزنس بلان ضروري في أي بزنس. وطبعا الأفكار الجديدة اللي موجودة سواء فرانشايز، طبعا عالم الفرانشايز عالم كبير، الواحد يقدر يدخل فيه ويخوضه، وبالعكس بيؤدي النجاح، لأن في أفكار مو موجودة عندنا هني، أو علامات تجارية وبراندات وأشياء كثيرة مو موجودة. والناس يسافرون برا مخصوص حق هالأشياء. فليش إحنا يعني الواحد ما يفكر بطريقة إنه يصير هالمكان ويحاول يجلس وياهم ويحاول إنه هو ياخذ العلامة التجارية ويبتديها من الدولة اللي هو موجود فيها، سواء في الإمارات، دول الخليج، مجلس التعاون، لأنها بحد ذاتها نجاح. وبعد الفرنشايز يعلمك أشياء كثيرة، أن أنت بس ما تسوي التجارة بس على المحيط الداخلي، لا أنت تتعامل مع دولة ثانية، كيف يعني الاستيراد والتصدير، وكيف تبتدي، وكيف يعني تتعلم أشياء غير اللي هي الأشياء اللي يعني العادية اللي احنا موجودة في أي بزنس عادي إذا يعني أنت مسوينا لوكالي. فأنا أنصح يعني أي حد حاب يبتدي بزنس يدور على فرصة جديدة، فرصة مو موجودة، شيء جديد، شيء ما استوى في الميدل ايست وموجود برا، يحاول يجيبه ويبتدي مشروعه بالطريقة الصح.